بس يعني بتسيب اثر جامد يعني. مش عارفه يعني اتصرف ازاي يعني. حضرتك سؤال هو انا اللي بصرف يعني بقى ضمنيه. هي انت عندك كام سنه يا ملك؟ عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 20 سنه. يا ملك ده حب الشباب، وشيء طبيعي ان هو بيحصل في الفتره دي. بتحتاجي علاجات موضعيه وحاجات تعالج بيها حب الشباب، وبنحتاج يا اما بعد كده يا اما بنعمل تقشير كيميائي يا اما بنعمل فراكشنال ليزر علشان نعالج اثار اللي هي البقع الغامقه اللي بتسيبها اثار حب الشباب. زائد ان انت لو عالجتيه واستعملتي كريم حمايه من الشمس بدرجه حمايه عاليه، ده هيقلل لك قوي ان هو يسيب اثار. طب نرجع بقى لموضوع عامل الجاذبيه، هل فعلا الجاذبيه الارضيه هي اللي بتاثر بتخلي الدنيا تنزل لتحت؟ ده حقيقي. طبعا احنا طول ما احنا عايشين متعرضين للجاذبيه الارضيه، ولما بيحصل اللي هو مع الوقت ومع السن من كتر ما الواحد متعرض للجاذبيه الارضيه، زائد الحاجه اللي هي عامله سبورت او بتحمي الجلد ان هو ما يقعش تروح، ده بيخلي يبتدي تظهر ان الخدود تقع. اللي عامل سبورت الجلد للجلد وبيحميه ان هو ما يقعش كذا حاجه. اول حاجه الدهون اللي تحت الجلد، ودي طبعا بتفقد من الوش ومن الرقبه ومن الجزء الاسفل من الوش اكتر مع السن، وبالذات مش مع السن. سن كام بقى يا دكتوره؟ لا طول ما احنا عايشين من اول سن اواخر العشرينات هو التوب الواحد بيفضل كويس قوي لحد 25. من بعد 25 يبتدي الكيرف يبتدي ينزل، بس ما بيبقاش لسه باين، لان بيبقى التغيرات على مستوى الخليه، فما بتبقاش باينه قوي على الجلد من بره. تبتدي تبان في اواخر الثلاثينات. اوكي، فاحنا لو ابتدينا ان احنا ناخد بالنا في حاجات من السن ده مش هتبتدي تظهر التجاعيد. زائد كمان من ضمن الحاجات اللي بتعمل برضه بتحمي الجلد ان هو او الخدود انها ما تقعش، الدهون، العظم بتاع الوش والعضلات. اوكي، كل الحاجات دي بتعمل سبورت للجلد عشان ما يقعش. احنا مع السن ومع فوق ال 50 وكل واحد ما بيتقدم في العمر العظم بتاع الوش نفسه بيقل، لان احنا فيتامين دي بتاعنا بيقل والعظم نفسه حجمه بيقل، فده بيبان قوي. هنلاقي الوش السيمتريه بتاعته اتغيرت، هنلاقي المسافات اتغيرت، ده بيخلي الجلد يقع. السنان من الحاجات اللي بتحمي قوي المنطقه دي وتخلي وتحافظ على شكل البق. الناس اللي بيفقدوا اسنانهم وما بيركبوهاش وبيقعدوا فتره طويله من غيرها، بتبتدي الحته دي عندهم تقع. اوكي، وبتبان. عشان كده بنقول تملي اي اسنان تبقى فقدت لازم تتعالج. حتى لو في ضرس من جوه ممكن يعمل حفره في الخد بعد كده، مش كده؟ مش للدرجه، بس هي لما بتبقى كذا من قدام اكتر، من قدام وكذا حاجه ومن هنا برضه في الضروس الخدود بتقع، بتخش لجوه وبتقع. النوم ازاي بقى؟ النوم بطريقه غلط. لو الواحد نام على جنب معين على طول، ده بيخليه يعمل له حاجه اسمها سليبنج لاينز او اللي احنا بنقول عليها خطوط النوم. هنلاقي تملي، يعني انا لما بتجيني مريضه بقدر اقول لها لما اشوف في وشها اقول لها انت بتنامي على الناحيه اليمين ولا بتنامي على الناحيه الشمال؟ او بتنام على وشها او بتنام على وشها. صعبه كده، السيمتريه بتاعت الوجه كله هتبوظ. طبعا عشان كده بنقول لهم تملي من ضمن الحاجات بعد ما بنحقن ماده الهيالورونيك اسيد او تيوزال اللي احنا بنملى بيها الخدود والخطوط، بنقول لهم بعدها في خلال الاسبوع اللي بعده يحاولوا انهم ما يناموش على جنبهم اللي احنا اتحقن قوي علشان الماده ما تروحش منه. طب معانا منى على التليفون. الو منى. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عندي 3 اسئله بسريه. تحت امرك، اتفضلي. اول سؤال، العمليات دي حلال ولا حرام؟ التجميل غير عن اللزوم ده حلال ولا حرام؟ ثاني حاجه، ايه المواد الطبيعيه اللي انا ممكن اجامل فيها، لان طبعا امكانياتي ان انا اروح مراكز كبيره زي كده. ثالث سؤال، الديفوهات اللي بتكون في الظهر ممكن اعالجها ازاي؟ في الايه؟ الديفوهات اللي في الظهر ممكن تعالجها ازاي؟ في الظهر. اوكي يا منى، بس موضوع حلال وحرام دي هنخليها في حلقه بقى نعملها لك مخصوص، علشان لازم يبقى معانا حد متخصص في الدين، فهنتكلم مع حضرتك اكتر في تخصصك ازاي ممكن الحاجات الطبيعيه اللي ممكن فعلا الحاجات دي تبقى غاليه شويه على بعض السيدات يعني. بالظبط. هو بالنسبه للحاجات الطبيعيه يا منى، اهم حاجه انك انت تستعملي منظف كويس قوي لوشك، ما تحطيش اي صابون على وشك، تختاري صابون مناسب لبشرتك، تستعملي حمايه من الشمس، دي غصب عننا لازم هتجيبيها، ما تنفعش تبقى طبيعيه. تحافظي على صحتك، انك تاكلي خضار وفاكهه كتير، ما تتخنيش وتخسي جامد قوي، ما تدخنيش، تلعبي رياضه، تشربي ميه كتير. هي دي النصايح الطبيعيه اللي هي تخلي اي حد يحافظ على اي حد
يحافظ على جسمه وعلى وشه يبقى شكله حلو. بالنسبه للحاجات اللي في الظهر في طرق كتير قوي ممكن نعالج بيها لو هي بقع او كده. حاجات كريمات تفتيح تستعمليها بتضيع لك الاثار دي يعني. ده كمان مهم جدا. مش ساي الحاجات اللي هي في اللبس يا منى تبعدي عن الحاجات اللي هي الضيقه والحاجات اللي فيها الياف صناعيه، لان دي بتساعد على ظهور الحبوب اللي بالتالي بتسيب اثار. فده اهم حاجه تهتمي بلبسك نوعه ايه وبنظافتك الشخصيه، دي مهمه جدا. ناخد سلوى. الو سلوى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك اتفضلي. سمعت يا دكتوره انا عندي 27 سنه وفي تجاعيد بسيطه ظهرت تحت عيني بتظهر لما بضحك. يا ترى ليها يعني حاجه تقدر تزيلها من غير اللي هو حفظ البوتوكس دي لو في كريمات او حاجه؟ وصحيح البوتوكس ده بيستمر 6 شهور بس وبعد كده بيرجع مثلا تاني ولا بيختفي مثلا ولا ايه؟ وبرضه الانتفاخات اللي تحت العين. حاضر اوكي سلوى. اتفضلي يا دكتور. الحقيقه هو بصي بالنسبه للتجاعيد اللي حوالين العين يا منى سلوى يا سلوى ده دي سهل قوي انك تستعملها كريمات مخصوصه لحوالين العين. تقللي قوي السهر لان ده من الحاجات اللي بتخلي التجاعيد والهالات السوداء تظهر حوالين العين، وشرب الميه الكتير ده هو ده. لو بتتكلمي عن البوتوكس او الديسبورت بيتحقن في المنطقه اللي حوالين العين، ملوش علاقه بالسن، ممكن نحقنه اي وقت. هو مش بيقعد 6 شهور زي ما الناس فاهمه، هو بيقعد لمده اول مره بتحقني بيقعد من 3 ل 4 شهور، كل ما بتحقني اكتر بيقعد مده اطول. التجاعيد ما بترجعش عشان في ناس فاهمه انها بعد ما بتحقن التجاعيد لما بيروح تاثير الماده اللي اتحقنت التجاعيد